الجو جميل جدا جدا، ما شاء الله. حلو، هوا حلو، هوا حلو، اسعار حلوه، الدنيا رايقه، الواحد اعصابه هاديه كده وتحسوا بانتعاش. تحسوا انتم منتعشين. انا منتعشه جدا على فكره، مبسوطه جدا. تحسوا كده بهدوء نفس واستقرار. تحسوا تحسوا بايه تاني؟ استنوا بس انا هقول لكم هتحسوا بايه تاني. تحسوا كده انتم مش ناقصكم حاجه من الدنيا. تحسوا بايه تاني؟ تحسوا بايه تاني؟ صلوا على سيدنا النبي كده. الاحاسيس كتيره ما شاء الله، ما شاء الله، الاحاسيس كتير جدا، الاحاسيس كتير جدا جدا. واختلفت، اختلفت كليا كده وجزئيا. إيه، عايزه اقول لك حاجه بقى. اقول لك ايه؟ اقول لك نقول يا رب، نحمد ربنا. و يعني انا كان نفسي اقول لكم كلام كتير قوي، بس مش عارفه ابدا منين ولا انتهي منين. البدايه والنهايه عند ربنا، وفي الرضا وفي القناعه. اما بقى بالنسبه لان احنا بقى مش ناقصنا حاجه والاحاسيس. طبعا ماسكه التليفون بايدي وبسجل، بس كنت حابه بس ايه امس عليكم، اقول لكم ربنا يكرمكم، ربنا يرضيكم، ويجعل بيوتكم دايما مليانه بالستر والرحمه. وارحموا بعض، ارحموا بعض، عشان لو رحمنا بعض ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الرحمن ربنا هيرحمنا في الدنيا وهيرحمنا في الاخره. ايه رايكم في المناظر اللي ورايا دي؟ حلوه قوي. بس بقى مش كل حاجه بقت مناظر. يا بنت هتقع، شو بنتي، بنتي هترمي نفسها من على السور، تعبت من الحياه، زهقت، الله يكون في عوننا. الاسعار مالها؟ الاسعار ولعت نار، ولع نار، هنعمل فيها ايه يعني؟ هننتحر؟ ابدا، هنعيش على قدنا برضه، وبقال التكاليف، وبقال التكاليف. ربنا يرحمنا برحمته، ونستحمل ونقول يا رب، ونكون الستات جدعات، رجاله، رجاله بمعنى كلمه رجاله. ونقول ان شاء الله اللي جاي احسن، ان شاء الله، ان شاء الله باذن الرحمن. ربنا كريم، رحمته واسعه بعباده. ان شاء الله باذن الرحمن. انزلي يا رماندا، انزلي. ان شاء الله في امل دايما. طبعا انا مش عايزه اكون ايه سخيفه معاكم في الكلام، ومش عايزه اطول عليكم الفيديو قوي، بس انا كنت طالعه ادردش معاكم شويه، لان كتير ما كنتش بصور فيديوهات بسبب ان مفيش مشاهدات، مفيش لايكات، مفيش حاجات كتير جدا. طبعا ده كان بره طموحنا او احلامنا. كل اللي فتح قناه، انا بقالي سنه داخله على سنه ونص، في دماغنا ان احنا من ثالث او رابع شهر يا ربنا يكرمنا والدنيا تمشي تمام وهتمشي حلوه، والحمد لله على ما جايب ربنا. طبعا مفيش اي بشره امل او بؤره امل لاي حاجه. حاضر جايه اهو. بؤرة امل لاي موضوع. علشان كده زي ما تقولوا حسنا باحباط شويه، بس دايما انا عندي امل دايما والله العظيم، وعندي عشم في ربنا كبير. عندي دايما عشم وعندي امل في ربنا كبير قوي، في ان شاء الله ربنا يمكن يكرمني في القناه دي، يمكن ربنا يوفقنا، يمكن نقدر نوصل رساله معينه اذا كانت بالقول او بالفعل، يمكن حاجات كتير قوي. وعلشان كده انا بشتغل بالموضوع ده. يمكن الفتره اللي فاتت ديت انا يمكن بطلت شغل شويه على القناه بسبب شغلي في حاجه تانية، مش بسبب ان انا عايزه اهمل القناه، لا ابدا والله. وبسبب الضغط النفسي اللي بنتعرض له كل شويه من اللي بنسمعه وبنشوفه. احنا بنشوف بلاوي وبنسمع كوارث وحوادث ودنيا تانية خالص. عايزين نتكلم في حاجات كتير جدا. يمكن انا عايزه انشئ المحتوى، يعني مش هغيره، هفضل ماشيه زي ما انا، ولكن عايزه يكون الكلام مفيد، له منفعه، له منفعه. استحملي وتعالي على نفسك، ان شاء الله باذن الرحمن ربنا هيكرمنا بالجنه باذن الله، دنيا واخره والله العظيم. واذا كان ربنا ابتلانا ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيكرمنا وهيعوض صبرنا خير. وبشر الصابرين، وبشر الصابرين. ربنا اللي قال، مش كلامي ولا كلامي. عشان احنا لازم نصبر ونحتسب صبرنا عند ربنا. وحاولي تعيشي على قد امكانيات ظروف جوزك، ما تكلفيش نفسك وما تكلفيهوش فوق من طاقته، لان هو مش قادر يعمل اكتر من اللي بيعمله. وانتي عندك ولاد، حاولي تكوني مدبره، حاولي تكوني مخترعه، حاولي تفكري، حاولي تقللي، حاولي دايما تعوديهم على القناعه، القناعه والرضا والرحمه. طولت عليكم الفيديو، اتمنى ان الفيديو لو كان قصير جدا يعجبكم، ويا ريت تدوسوا لايك. ولو كان عاجبكم ان احنا ندردش مع بعض كتير قوي، نكمل بقيه الحلقات دردشه، نطلع وندردش سوا مع بعض في امور وفي مواضيع كتير قوي، وفي حاجات بتخصني وبتخصك وبتخص ولادنا وبتخص ازواجنا في البيوت وهتخص حياتنا كلها. ان شاء الله نتابع مع بعض بقيه الحلقات اللي جايه، ويا رب نقدر نرجع نشتغل تاني من اول وجديد، وربنا يوفقني ويوفقكم ويوفق الجميع ويرضيني ويرضيكم ويرضى عننا جميعا ويرحمنا برحمته. قولوا امين. اشوفكم على خير. السلام عليكم.